وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لو ما عملتش كبائر كل الصغائر بتتغفر من غير ما تتوب عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة. النهارده كده حبيت انقل لكم روتين يوم الجمعة، يوم هادي كده وبسيط طبعا، من احب الايام يوم الجمعة ده. بحب اعمل فيه شوية حاجات بسيطة كده وانا اصلا بحب يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة ان شاء الله الدعاء فيه يكون مستجاب. تكتروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، كل الحاجات الجميلة بتاعت يوم الجمعة دي. بدأت يومي بقى ان انا كده فتحت الشباك زي ما انتوا شفتوا. طبعا انا عادتي لازم كل يوم افتح شبابيك الشقه كلها والبلكونه وادخل كده الطاقه الايجابيه واجدد الهواء. ده لازم يتعمل كل يوم. فتحت كده الشباك واديته مسحه كده خفيفه من التراب اللي بيكون على السلك كده من جوه. صراحه ما عملتش الشيش لان انا كنت لسه عاملاه قريب، فقلت انا ان شاء الله على العيد بقى اغسل كده الشيش غسله كده محترمه. بعد ما فطرت بقى وعملت شويه حاجات كده في البيت، دخلت قلت اعمل فنجان قهوه. كانت الكهرباء قطع على فكره في الوقت ده. انا عندي بتقطع كل يوم من الساعه 3 للساعه 5، بتقطع ساعتين. شغلت كده الفلاش وقلت اعمل كده القهوه احطها على النار لحد ما تعمل بقى براحتها، تكون الكهرباء كانت قربت تيجي. طبعا انا بعمل القهوه على نار هاديه جدا بسيبها براحتها خالص عشان تطلع مظبوطه جدا. لازم تكون على نار هاديه، وطبعا لازم تكون الميه ساقعه، ودي احلى طريقه وانجح طريقه للقهوه. هنا بقى كانت الحمد لله الكهرباء جت وكانت القهوه اتعملت الحمد لله. فحبيت اشرب كده في فنجان ملون زي ما انتم شايفين. الفناجين الملونه دي تحفه قوي، بحس انها كده بتديني بهجه. انا بحب الالوان عامه يعني. فصبيت كده القهوه. بصوا بقى الوش اللي هينزل مع القهوه تحفه يعني، اللي هو فاصل في وسط اليوم كده. زي ما بقول لكم دايما لازم تاخدوا 10 دقايق كده لنفسكم وتشربوا كده حاجه بتحبوها، تاكلوا حاجه حلوه كده مسكره في نص اليوم، بتغير كده المود. وطبعا لان انتوا عارفين ان انا بعيد عن اهلي، فانا يعني طبعا في ناس كتيره بقى يوم الجمعه بتتجمع مع اهاليها وبتتجمع مع اصحابها والكلام ده كله. فطبعا انا مش بعرف اعمل كده، فبحس ان انا يوم الجمعه ببقى عايزه اعمل حاجه تبسطني. تمام كده. فعملت كده الفنجان الجميل ده، جبت الصينيه الحلوه اللي جواها الوان دي برضو، وجبت واحده كيكه كده تديني شويه طاقه. وقعدت كده مع نفسي تقريبا 10 دقايق. بجد بيغيروا لي كده الجو، بحس ان هو فاصل بين اللي قبل كده واللي جاي بعد كده بقى نكمل معركه اليوم. عايزه اقول لكم بقى الناس اللي متجوزه جنب اهاليها، اللي ساكنه جنب امهاتهم، اشبعوا منهم وروحوا لهم على طول. لان بجد يعني الواحد مش بيحس بقيمه الحاجه او بيحس بالنعمه غير لما يكون محروم منها. فهو طبعا محرومه من احساس ان انا ابقى متجمعه مع اهلي، مع صحابي دايما وكده. ف يعني اللي ساكن بقى جنب اهله وحبايبه واصحابه، ودوا بعض دايما كده وروحوا لبعض واشبعوا من بعض. انا مش بشوف ماما واخواتي واصحابي واهلي وكده غير كل كام شهر طبعا مره. فبتبقى الموضوع صعب كمان لما يكون في مناسبات بتحصل في العيله، في افراح، في اعياد ميلاد، في الحاجات الحلوه دي. بيبقى ساعات ان انا صعب ان انا اكون موجوده فيها، فبتأثر عليا نفسيا شوية. فيعني اللي موجود بقى وسط اهله وكده ما يأثرش معاهم، يودهم دايما، يبقى في صلة رحم باستمرار، يتجمع معاهم. بلاش الناس اللي بتحب تتقوقع كده في البيت وتعيش في توحد مع نفسها وكده، لان بجد الموضوع ده مش حلو خالص وبيبعد الناس عن بعض كده وبيعمل جفا بين الناس. المهم بقى زي ما قلت كده دخلت اكمل باقي اليوم. كنت عايزه اغير كده ملايات السرير. غيرت كده ملاية السرير دوت، وغيرت كمان ملايات الاطفال بس ما صورتهاش معاكم. انا دايما عادتي ان انا بشيل ملايه ساده، بحط ملايه مشجره، اشيل مشجره احط ساده. فانا قبليها كنت حاطه ملايه ساده، فحبيت ان انا احط كده ملايه مشجره. انا على فكره الملايه دي بحبها جدا، بحس الوانها كده الوان اللي هي التركي شويه، فلذيذه بتديني بهجه. ففرشتها كده وقلت كمان هحط الدفايه دي. على فكره احنا في اسكندريه الجو لسه ساقع، يعني الجو لسه غير باقي المحافظات كلها الجو حر وصيف وكده. في اسكندريه لسه فيه لسعه هوا شويه بسيطه يعني. طبعا انا بقدم لكم ملخص اليوم او حاجات تشجعكم كده على الحياه اليوميه، يعني مجرد فيديو تشجيعي يشجعك كده خلاص شغل بيتك. مش كل اليوم طبعا بيتصور. اخر اليوم بقى كنت عندي طماطم كده حبه حلوين، كانت طماطم سعرها كويس قوي في السوق، فجبت حبه كده حلوين. الحاله اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله عملت كميه حلوه معايا صلصه. طبعا هشيلها في اكياس واحطها في الفريزر، بتوفر عليا جدا. عايزه اقول لكم ان لما اكون هعمل اكله فيها صلصه، طبيخ بقى، محشي، مكرونه بصلصه، اي حاجه فيها صلصه، بحس ان نص الاكله متجهزه عندي. اطلع كده الكيس من الفريزر، بحطه على طول في الحله، بيفك كده في 5 دقايق على النار وهي بتبقى هاديه، والموضوع بيبقى سهل جدا. انا بضربها الاول في الخلاط
وبعدين بحط في الحله زبده او سمنه وزيت، وبديها يعني تعتبر تسبيكه الا ربع كده، يعني مش تبقى متسبكه على الاخر، يعني تبقى خلاص قربت على انها تتسبك. وطبعا بحط لها الحفظ بتاعي اللي هو الملح والفلفل الاسمر والسكر، ده بيحفظها جدا، ما بيخليش ريحتها تغير ولا طعمها يغير ولا اي حاجه. وهشيل في اكياس على حسب الاكله. طبعا هعمل اكياس كبيره شويه وكياس وسط وكياس صغيره، لان انا وانا باخد ساعات بحتاج مثلا كميه صلصه صغيره، لو مثلا هعمل محشي او كده عايزه صلصه كتير، فعلى حسب يعني. فعشان كده بعمل اكياس مش كلها مقاس واحد، بعمل اكياس مختلفه وبحط في الفريزر، وانا بحط الكبار كده جنب بعض والوسط والصغيرين زي ما انتوا فاهمين طبعا. هكمل بقى انا باقي الكميه كده مع نفسي. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واستفدتوا كده منه باي حاجه. استنوني الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي، في حفظ الله.